السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هقول لكم انا حوشت كام في الثلاث سنين اللي انا قعدتهم في الامارات. يعني 3 سنين حاجه بسيطه، وانت لما تسافر وتشتغل ممكن تحوش كام. خليني اقول لك ان انا ما حوشتش اي حاجه. طب ازاي يا عم انت قعدت 3 سنين وما حوشتش حاجه؟ هقول لك بقى يا معلم انا ما حوشتش ليه. دلوقتي انا كنت رايح وعليا قرشين كده دفعتهم، والالكترونيات والحاجات هناك رخيصه جدا. على سبيل المثال كاميرا زي دي هنا في مصر بحوالي 13000 جنيه. انا كنت شاريها بالتحويل المصري بحوالي 5000 جنيه او 4000 وشويه. فلما تحسب بقى ان الحاجات بنص سعرها، انا مش عارف ليه الحاجات غاليه في مصر كده، مع ان انت دخل المواطن اصلا بيبقى قليل. يعني انت دخلك قليل والحاجه غاليه. في الامارات او في دول الخليج بيبقى دخلك اعلى والحاجه بتبقى رخيصه. مش كل حاجه رخيصه، عندك السكن غالي، عندك الاكل والشرب غالي، بس الحاجات الالكترونيه او الحاجات اللي هي العربيات والحاجات دي بتبقى رخيصه. مش عارف ليه، ايه السبب في كده، وليه احنا مش زي الدول دي في الحاجات دي. يعني مثلا إيه مين اللي مسؤول عن الحاجه دي؟ الجمارك مثلا؟ مش عارف. يعني ليه ما نبقاش زي الناس دي في الحاجات دي؟ الحاجات اللي هي الالكترونيات والعربيات والحاجات دي نبقى سعرها حنين. انت دلوقتي دخلك قليل، فالمفروض يبقى الحاجات سعرها حنين. ده بالعكس، ده الحاجات سعرها عالي. فانا بقى كنت بلاقي حاجات بسعر قليل، فكنت عمال بشتري بشتري بشتري. اشتريت شويه حاجات لو كنت جبتهم من مصر كنت اشتريهم بضعف السعر. بس انت ممكن تحوش وممكن تظبط نفسك، تشوف اكلك وشربك كام وتحوش. في ناس كتيره بتحوش وبتعمل فلوس بس ما بتشتريش بقى الحاجات ديت، ما بتشتريهاش. لا، هو بيشتري موبايل مثلا وبتاع وخلاص، وبيبدا بقى يحوش اي فلوس بتجيله بيبدا يحوشها او بيبعتها مصر وكده. فانت بقى يا معلم هتحوش كام على حسب انت تقدر تمسك على نفسك قد ايه، او ما تصرفش الفلوس في قد ايه. لان المغريات كتير او الحاجات الرخيصه بتبقى كتير، بغض النظر عن الاكل والشرب والخروجات وكده. الحاجات الالكترونيه والحاجات دي لو انت بتحبها فهي بتبقى رخيصه. فلو انت بقى سكتك كده فانت هتصرف كل فلوسك، مش هتحوش اي حاجه. لو انت مش سكتك في الحاجات دي او دماغك مش في الحاجات دي، فخلاص هتبدا تمسك فلوس وتحوش فلوس. الوضع في الامارات دلوقتي عامل ايه؟ والله انا مش عارف. انا راجع بقالي بتاع 3 شهور اهوت. بس على كلام الناس هناك ان الدنيا برضو مش احسن حاجه وكده. بس الله اعلم بقى. يعني الناس اللي في الامارات تقول لك او تفيدك اكتر مني. بس ده كان فيديو كده بسيط حبيت اشارك فيه معاكم. انا حوشت قد ايه جاي يا معلم من غير ولا شيلين، بس معايا شويه حاجات بفلوس لو حبيت ابيعها امسك فيها فلوس. بس انا ما بحبش ابيع حاجتي، وبحب اما اشتري حاجه امسك فيها او اخليها حتى لو باظت او كده. بحب احتفظ بالحاجه، ما بحبش ابيعها. يعني الحاجات اللي بجيبها بحس انها عزيزه عليا شويه، بتفضل معايا حتى بعد ما تبوظ بحتفظ بيها عادي، مفيش مشكله، ما ببيعهاش. بس هل ده صح ولا غلط؟ انا مش عارف. يعني هل صح او غلط ان انا مثلا اشتريت ما حوشتش، اشتريت الحاجات دي كنت مثلا نزلت بفلوس او كده. بس انا بقول حتى لو انا مثلا عايز امسك في الحاجات دي فلوس او ابيعها او كده، فانا ممكن امسك فيها فلوس او ابيعها. لو كنت نزلت بفلوس فالفلوس قيمتها بتقل مع الوقت. الحاجة في ظل الغلا والحاجات اللي احنا فيها دلوقتي الحاجات قيمتها بتزيد. بس برضو هل ده صح ولا غلط؟ فمش عارف. اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو انت مكاني كنت هتعمل ايه. بس واشوفكم فيديوهات جاية. السلام عليكم.